مفيش احسن من الاكل التقليدي البسيط خالص اللي من غير اي فزلكه، اكلات المصريه القديمه. مفيش احلى بقى كمان من صينيه البطاطس بالفراخ. تعالوا بينا نشوف الطريقه باسهل مما يكون. معايا طماطمتين وكام فص كده من الثوم وبصلتين وحته فلفلايه سبايسي حمراء وحته خضراء. تقدروا تحطوا الفلفل الاحمر والاخضر مش سبايسي، عادي زي ما انتوا عايزين. احط كده كله في الخلاط، المكونات دي كلها مع بعضها، مع حوالي كوبايه من الميه. وكمان هستخدم البهارات دي: معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره من الملح ممسوحه، ومعلقه كبيره من البهارات المشكله، ومعلقه كبيره كمان من بهارات الفراخ. وممكن كمان تحطوا توم بودره وبصل بودره. اضرب كل ده مع بعضه في الخلاط، واضيف حوالي ربع كوبايه من الزيت، وانزل بقى بالتتبيله بتاعتي دي. اسيب بقى الفراخ يعني فيها متبله، ممكن من بالليل للصبح، ممكن ساعتين، ممكن على طول. يعني انا ما استنيتش بصراحه، انا جهزت بقى في الوقت دوت البطاطس بتاعتي، وابتديت بقى ان انا استخدم الخلطه. بالمناسبه في شويه من التتبيله بتاعتي دي فاضت، انا خدتها كده كيستها وعنتها في الفريزر كده لوقت تاني. في الوقت ده خلاص انا يعني قشرت بقى البطاطس، جبتها كده وحطيتها في البرام، ونزلت عليهم شويه من التتبيله بالصلصه بتاعتي، وبعدين رصيت فوقيها كده الفراخ. وممكن كمان تدوا ايه حبه زيت كده للتلميع. دخلتها على فرن سخن، خدت حوالي ساعه كده وربع على الرف اللي تحت. اول بقى ما البطاطس تستوي افتح كده الشوايه عليها عشان تاخد اللون الجميل الحلو ده قوي. قدمتها بقى مع رز بالشعريه او عيش زي ما انتوا عايزين، هي تحفه في كل الحالات.